سبب رفضه إسبانيا، ورقم مبهر يظهر قدراته الخارقة مع برشلونة. ما لا تعرفه عن المغربي شادي رياض. الاسم الذي كان بمثابة القنبلة في قائمة المنتخب المغربي الأخيرة المعلنة من قبل الناخب الوطني وليد الركراكي، مدافع المستقبل وأفضل خليفة لبن عطية وساسي، نجم برشلونة شادي رياض، أصبح جاهزا من أجل الظهور الأول بقميص أسود الأطلس، وعمره لا يتعدى 19 عاما. حقائق مبهرة سوف تعرفها لأول مرة عن شادي رياض. سبب رفضه اللعب لإسبانيا، والرقم الخارق الذي يظهر إمكانياته الفائقة. سبب رفضه لإسبانيا: ولد شادي رياض في جزيرة مايوركا الإسبانية سنة 2003، ولعب مع فريق ريال مايوركا طيلة مسيرته قبل الانتقال إلى برشلونة في 2019 في سن 16. شادي كان يعد حينها واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في إسبانيا، وتلقى أكثر من مرة استدعاء لتمثيل الفئات السنية الصغرى لإسبانيا، لكنه دائما ما اختار اللعب لمنتخب المغرب، وأكد مؤخرا أنه يسعى بقوة لتمثيل المنتخب الأول. شادي لعب للفئات السنية الصغرى للمغرب، وبصم رفقته على أداء مميز جدا. رقم مبهر يظهر قدرة خارقة. شادي قلب دفاع يتمتع بقدرات تقنية مبهرة، فبالإضافة إلى قوته البدنية وطوله الفارع، شادي يتقن الخروج بالكرة من الخلف ويلعب بشكل ممتاز بكلتا قدميه، والنتيجة أن أرقامه الهجومية دائما ما كانت ممتازة جدا بالنسبة للاعب يشغل مركز قلب الدفاع. شادي في هذا الموسم على سبيل المثال للحصر سجل هدفين في 8 مباريات لعبها مع الفريق الثاني للبارسا. أسطورة برشلونة منبهر. من يدرب شادي رياض في الفريق الثاني لبرشلونة حاليا هو المدافع المكسيكي الشهير رافائيل ماركيز، ولم يكفه سوى بضعة مباريات رفقته حتى يقدم نصيحة مباشرة لوليد الركراكي وتشافي هرنانديز. شادي لاعب مبهر، والحقيقة أنني فوجئت من نضجه وذكائه في التعامل مع الوضعيات الدفاعية المختلفة. هو يتقن الخروج بالكرة من الخلف، ويملك روحا قيادية نادرة. هو قائد بالفطرة ولن يتأخر في اللعب على أعلى المستويات. والآن بعدما نادى عليه وليد الركراكي لخوض تربص شهر مارس الجاري، يستعد شادي لاستهلال مشواره الدولي رفقة أسود الأطلس، وسط تطلعات الشعب المغربي في ولادة مدافع قوي يحمل لواء منتخب المغرب لسنوات قادمة، ويكون إضافة منتظرة للجيل المغربي حقق الإنجاز الأكبر عبر تاريخ المنتخبات الإفريقية في المونديال، ويستهدف الحصول على لقب الكان مطلع عام 2024. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.